مش اللايت ده هو انرجي؟ تقول لي اه الضوء هو انرجي، حتى لما بنفتح النور كده في الاوضه ماشي وننور نور الشقه كلها فتحس ان الجو ايه بدا يبقى حر شويه. لو سقطت عليه لايت انا كده كاني بديله انرجي. هتقول لي تمام. وبعدين لما يفقد لايت او لما يقع عليه اللايت هيبدا يفقد الالكترونز بتاعته، فانت كده خليته يفقد الالكترون عن طريق ايه؟ عن طريق اللايت. فالسيل دي اسمها فوتو الكتريك سيل. طب برضه انا استفدت ايه يا مستر لما هو فقد الالكترون من خلال اللايت؟ تعالى اقول لك. شايف الالكترون اللي هو فقده ده؟ احنا بقى مش هنسيبه كده يطلع في الهواء، احنا هنكون مستنيينه بحاجه كده تستقبله، والحاجه دي هنمشي فيها سلك، والسلك ده هنوصل فيه مثلا اي جهاز وليكن لمبه مثلا. فبما انك انت عندك سلك والسلك ده مش فيه الكترونز فاللمبه دي هتنور. لو حاطط موبايل هيتشحن، خلاص بقى انت عملت الكتريك سيركت وبقى عندك الكتريك كارنت، فبقى عندك تيار كهربي وعندك كهرباء فعليا تقدر تعمل بيها اي حاجه. الموضوع ده انت عارفه وليه ابلكيشن انت عارفها. لو مسكت الكالكوليتر بتاعتك هتلاقي فوق كده حته كده ايه مكتوب عليها تو واي باور. دي هو عاملها لك ليه؟ اهي دي فوتو الكتريك سيل بتاخد الضوء اللي واقع على الكالكوليتر تقوم محولاه لكارنت، فبالتالي تساعد البطاريه بتاعه الكالكوليتر دي علشان تبدا تشتغل او تشتغل فتره اطول، بدل ما الضغط كله يبقى على الباتري بتاع الكالكوليتر. لا احنا هنا ايه بنساعدها وبنجيب لها الكتريك كارنت من بره او انرجي من بره فهتساعدها شويه.